إحدى أكتر السيناريوهات اللي بنقف قصادها في عرض البيانات وهو إن إحنا يبقى عندنا معيارين للبيانات وقيم. إزاي نعرض البيانات في الحالة دي؟ طبعًا لو حددنا البيانات وضغطنا من الكيبورد على Alt F1 هتتعرض معانا في column الchart، ولكن شكله غير منظم. ليه؟ لأن هو جايب لنا الجوب رول وتحته اسم الإدارة اللي فيها الرول ده. طبعا علشان اعرض البيانات بشكل كامل محتاج ان انا اكبر الكولوم التشارت بتاعي بالشكل ده علشان يبقى واضح ليا كل جوب رول في اي اداره. وطبعا مش منطقي ان انا علشان اعرض كولوم او علشان اعرض التشارت واحد ياخد مني المساحه دي كلها من الشاشه. طيب، في اللحظات اللي زي كده بنلجأ لنوع من اتنين من انواع الرسومات البيانيه. اول نوع منهم اللي هو السان بيرست تشارت، وده بيعرض لي البيانات في هيئه دايره مقسمه لمراحل. المرحله الاولى وهي مثلا الاداره، فهلاقي مثلا الاداره سيلز ومتقسمه معايا للمسميات الوظيفيه الموجوده داخل الاداره دي. يعني لما هنيجي نرجع هنا هنلاقي ان السيلز 3 مرات: سيلز اكزيكتيف واكونت مانجر وسيلز كوردينيتور. فالسيلز عندي هنا موجود فيه السيلز اكزيكتيف، عدده كام؟ عدده 40، وبيمثل كام في المية؟ بيمثل 12.5% من القيمة الإجمالية مش من قيمة السيلز. طيب بالنسبة لي الأكاونت مانجر عندنا 24، عندنا بعد كده الكوردينيتور. طيب رمز لنا السيلز بلون معين، فأنا خلاص بشكل تلقائي بعد كده بمجرد النظر انا عارف اللون ده بيمثل ايه، وممكن اضيف الليبلز بتاعتي عشان يقول لي كمان كل نوع من الانواع دي بيمثل ايه، او ممكن اضيف الليجندز عشان بس يعرض لي ابقى فاهم اللون الازرق ده بيمثل لي ايه، او اللون اللبني ده بيمثل ايه. ده بيمثل السيلز. طب اللون ده ده بيمثل الاوبريشنز فيها ثلاثة برضو. الأول هو الأوبريشن سوبرفايزر، وبعد كده الكواليتي أوفيسر، وبعد كده الأوبريشنز أوفيسر، والعدد بيظهر لنا والنسبة الإجمالية البرسنتج اوف توتال. نفس الكلام على الاي تي، نفس الكلام على الهيومن ريسورسز، وهكذا. فدي إحدى طرق عرض البيانات بمعيارين أو ثلاثة. يعني إحنا لو عندنا معيار ثالث كمان في القطاع، يعني ده الإدارة جوه أي قطاع أو جوه أي مؤسسة، هيبقى ظاهر لنا سكوير ثالثة، فبتبقى ظاهرة معايا على هيئة مثلثات داخل دايرة، وكل دايرة بتمثل تصنيف من التصنيفات اللي احنا بنشتغل عليها. ده احدى طرق عرض البيانات اللي بتعتمد على معيارين او اكتر وقيم واحدة. طيب الطريقة التانية لعرض البيانات بالشكل البيانات اللي بالشكل ده هو التري ماب تشارت. التري ماب تشارت بيعرض لي نفس البيانات، ولكن بدل ما كانت في دايرة بقيت على هيئة ريكتانجل مستطيل. وخلاص بقى انا عارف اللون الازرق، اللون الازرق ده بيمثل السيلز، المساحه الاكبر فيه في السيلز اكزيكتيف، وبعد كده الاكونت مانجر، واقل حاجه عندنا بعد كده السيلز كوردينيتور. عندي بعد كده الاي تي بي في السوفت وير ديفلوبر عددهم 32، ودول اكتر حاجه لان هم واخدين المساحه الاكبر. وبعد كده عندي 18 اي تي سبورت، وعندي بعد كده 15 داتا اناليست. عشان كده حتى نلاقي ان ده 18 وده 15، فالمساحه تقريبا متقاربه. نفس الكلام بعد كده على الاوبريشنز، نفس الكلام على الفاينانس، الاتش ار، الماركتنج. فالطريقه دي احدى طرق عرض البيانات اللي انا بشوفها ممتازه جدا الحقيقه. كل المطلوب منك ان انت بس تظهر لي الليجندز فوق عشان ابقى عارف اللون ده بيمثل اي اداره او بيمثل اي تصنيف من التصنيفات البيانات اللي انت شغال عليها. ده الطريقه التانيه لطرق عرض البيانات اللي بتعتمد على معيارين او اكتر وقيم واحده. طيب ندخل بعد كده لنوع اخر من انواع الرسومات البيانيه وهو الماب تشارت. والماب تشارت طبعا شرطه ان هو تبقى بيانات خاصه باسماء دول او قارات او مدن علشان يقدر يقراها على الماب بشكل سهل. بكل بساطه حددنا البيانات، هنيجي نقول له والله انا محتاج ماب تشارت. اوكي، لحظات هتحمل معايا وبعد كده هلاقيها سمعت عندي وقرت عندي بشكل سريع جدا. I accept.
فهيحمل معايا مرة تانية علشان ياخد الكونفirmation مني على البيانات بتاعتي، وخلاص عرض لي البيانات بتاعتي على هيئة الخريطة. بمجرد بس ما بجيب المؤشر هلاقيه بيعرض لي البرفورمانس الخاص بالدولة اللي انا واقف عليها، اليونايتد ستيتس. 920,000. دي برضو من ضمن يونايتد ستيتس. عندي هنا موريكو، عندي هنا يونايتد كينجدوم، ايجيبت، سعودي ارابيا، الخط الصغير عمان. ممكن نقرب الشاشة عندي علشان نوصل لبعض الدول زي مثلا يونايتد ارب اميريتس، تركي، انديا، وهكذا. فبكل بساطة بنقدر نعرض البيانات من خلال ماب بشكل تفاعلي، وبتبقى شكلها جيد جدا الحقيقة. وكمان احنا في فكرة عرض البيانات من خلال المابس ممكن نضيف الماب من جيت من اد انز. عندنا هنا كمان بنج مابس ممكن نعرض عليها البيانات، وبتبقى بيانات اكثر تفاعلية. ده نوع مختلف من عرض البيانات، ولكن يعني الشيء بالشيء يذكر. بما اننا بنتكلم عن عرض البيانات هنا، فممكن نتكلم عنه كمان بالشكل ده. كل اللي علينا ان احنا في بنج مابس بيجي يعرض لي كده لايف ماب بشكل تلقائي. يعني هو اوريدي ترجم ان انا موجود في الامارات، فراح اول حاجه لو كنتوا اخدتوا بالكم ان هو كان عارض لي بيانات الامارات، ولكن علشان انا قلت له محتاجك تعرض لي راندوم داتا، فراح عارض لي البيانات الخاصه بسياتل وبرلين ولندن وكل التفاصيل دي. طيب ممكن اغير البيانات بتاعتي، اقول له انا محتاج اعيد تحديد البيانات بتاعتي. لا، انا مش محتاج ان انا insert sample data. بكل بساطة بقول له select، وباجي احدد البيانات بتاعتي من هنا، فبلاقيها اتعرضت معايا زي ما انتم شايفين كده. بيانات لايف معروضة عندي في الماب. بكل بساطة كل ما هقف عليها هلاقيه عرض لي البيانات الخاصة بالدولة اللي انا واقف عليها، وبقدر اتحرك فيها بشكل اسرع وبشكل سلس. ولو عندي comparison مثلا هنا السيلز وهنا البرفورمانس، وهحط random data between between مثلا، هقول له 500,000 ل 900,000، ايا كانت الارقام اللي انا محددها. وهاجي هنا وهقول له select. انا عايزك تسلكت البيانات دي كلها. select data، وهحدد له البيانات عندي كلها. اوكي. فهلاقيه عرض لي البيانات كمان بشكل تفاعلي، بحيث ان انا مثلا لو جيت على ايجيبت وغيرتها بالشكل ده، قلت له بدل ما هي 600,000 خليتها صفر، هلاقيها اتحدثت معايا بشكل كامل، فبقيت كلها باللون الاورنج. طيب لو انا جيت خليت له ده 500,000، هلاقيها اتحدثت معايا كمان بشكل تفاعلي. ده نوع من انواع الرسومات البيانيه اللي احنا بنقدر نربطها من اد انس، ملهاش علاقه بالكورس بتاعنا، ولكن زي ما قلنا الشيء بالشيء يذكر طالما بنتكلم عن الماب تشارت، فخلينا نشرحها في الوقت الحالي. واخر نوع من انواع الرسومات البيانيه عندي وهو السيرفيس تشارت. والسيرفيس تشارت ده بيعرض لي البيانات على هيئه مجسم ثلاثي الابعاد، بيعتمد على 3 معايير: معيار في الاكس اكسس والواي اكسس والارتفاع. فبشكل تلقائي بمجرد ما بتبص له بتبقى عارف ايه اعلى نقطة وايه اقل نقطة. وليكن مثلا انا باصص على الخط ده، والخط ده انا شايف ان النقطة دي قريبة جدا من الخط، والنقطة دي بعيدة جدا من الخط. فده معناه ايه؟ ان الخط او البرفورمانس زاد معايا لحد ما اصبحت اعلى نقطة في ال 6000. طيب لما نيجي نبص على ال 6000، اعلى نقطة مقارنة بالنقاط اللي قبله من 1000 ل 6000، ده هو 62، عشان كده اعلى نقطة. نفس الكلام لما نيجي نبص على البرفورمانس هنلاقي ان في نقطة هنا عالية جدا وفي نقطة هنا اعلى. فده ليه؟ علشان انا عندي هنا ال 118 هي كانت اعلى قيمة، كانت مقاربة لل 5000 لما هو وصل لهنا، وبعد كده نزل تاني بقى تقريبا 115 وهكذا. فده احدى انواع الرسومات البيانية اللي احنا بنعتمد فيها على 3 معايير. بصراحة انا ما بستخدمش السيرفيس تشارت بشكل كبير، ولكنه احدى انواع الرسومات البيانية الموجودة، وفي نوع منه اكتر من نوع في ال 3 دي سيرفيس تشارت. وعندنا الواير فريم ان هو بيعرض لي الرسم المجسم بتاعي ثلاثي الابعاد على هيئه لاينز كده، بحيث ان انت تبقى شايف الصعود والهبوط فيها بشكل اكتر. وعندي بعد كده نفس الامر الكونتور تشارت،
وهو رسم أو مجسم ثلاثي الأبعاد، ولكن واخد يعني زي ما بيقولوا الرؤية الرأسية، ان كأنك باصص على المجسم من فوق فانت شايفه من تحت، فانت تبقى ملاحظ ان اعلى نقطة كانت في ال5000 اهي اعلى نقطة. فعلا اعلى قيمة اتحققت في كل الارقام الموجودة عندي كانت في ال5000. طب دي كانت في قصاد ايه بالظبط؟ كانت قصاد، ممكن لما نيجي نكبر البيانات بتاعتنا نلاقيها قصاد ال20% او ال25%، فنبتدي نبقى ملاحظين البيانات بتاعتنا كانت قصاد ال20%، لان ده ال25 وده ال30. فتقدر توصل للبيانات بتاعتك او اللي انت شغال عليها بشكل سريع، وبشكل ممكن يساعدك لو انت فاهم الرسم البياني او عندك رؤية ثلاثية الابعاد دي، فانت تقدر تبقى فاهمه بشكل مفصل.